السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموجود أمامنا هدول مكونات الكعك الفلسطيني. شو بيلزم الكعك؟ عندنا سمسم محمص، دقة الكعك أو كلفة الكعك، حبة البركة، عندنا زبدة أو منجرينة، قالب عجوة، طبعا حسب الكمية اللي انتوا بدكم تعملوها، ينسون حب، عندنا محلب مطحون، علبة سمنة، وهي اسمها روح السمنة، هذا بتضيع اي ريحة للسمنة الموجودة في الكعك. طبعا السميد سواء كان خشن او ناعم، وعندنا هنا سكر الفانيلا. هدول المكونات اللي بيلزمن للكعك الفلسطيني. طبعا انتوا هتستعملوه حسب الكمية تبعت السميد والطحين، حسب الكيلو او الرطل اللي بتستعملوه. لكن هدول اهم احتياجات او حوايج الكعك بسموها موجودة هنا. في شومر، لكن دقة الكعك بتغنينا عن الشومر وبتغنينا عن المحلب، لأن كل المكونات موجودة هنا ومطحونة. عشان هيك يعني المحلب والشومر مش ضروري. أهم إشي دقة الكعك أو كلفة الكعك هاي.